في طامة كبرى في بداية البعثة. مفترض أجيب هذه الرواية في بداية البعثة. أنا نعم. كنت عن بداية البعثة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الوحي وقال لخديجة دسترين ومشى إلى ورقة بن نوفل وطمنه ورقة بن نوفل أن هذا قطع عنه الوحي نعم. فترة طويلة من الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم وحزن فحاول أن ينتحر 3 مرات. 3 مرات يصعد إلى الجبل ويريد أن ينتحر فيناديه الملك يا محمد إنك رسول الله حقا فيتراجع، فيأخذ مدة ينقطع عنه الوحي فيحزن فيأتي إلى الجبل ويصعد إلى الجبال لكي يرمي نفسه من الجبل وينتحر فيأتيه النداء يا محمد إنك رسول الله حقا. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كل 2 3 يذهب يريد أن يلقي بنفسه من على الجبل انتحارا. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كل 2 3 يذهب يريد أن يلقي بنفسه من على الجبل انتحارا. متى؟ في بداية الوحي بعد الانقطاع، بعد ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انقطع الوحي لمدة 6 شهور ما ينزل فيه جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم حسب أنه المسألة مسألة فيها جن فيها شيء، المسألة مسألة فيها جن فيها شيء، المسألة مسألة فيها جن فيها شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى الوقت ها؟ بس كمل لكم القصة هذه. فصعد الجبل يريد أن يرمي نفسه من أعلى الجبل، فلما صعد الجبل وأراد أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل ناداه جبريل من الأفق الأعلى وقد تمثل بصورته 600 جناح نشرها في الأفق الأعلى حتى غطت الشمس. الأفق الأعلى هو الأفق الشرقي من الدنيا جهة مطلع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى وقت طلوع الشمس. يعني يريد أن يلقي بنفسه كي ينتحر، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كل 2 3 يذهب يريد أن يلقي بنفسه من على الجبل انتحارا. أي نبوة هذه؟ وأي نبي هذا؟ وأي وحي هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي قرآن هذا؟